تاريخ القهوة والطعم الأصلي للقهوة. الحبوب الأصلية اليمنية بعد الطعم الأصلي للقهوة العربية. بيجيبوها بيحمصوها وبتبدأ هنا مفترق الطرق بين الفاتح والغامق، ثم مفترق الطرق مرة أخرى بين الأصلي والمخلوط اللي بتحط عليه حبهان، بتحط عليه مسكة، بتحط عليه آه، بعض الأعشاب اللي بتديها نكهة مختلفة. طيب في مصر في حاجة اسمها السبرتاية، بتحط عليها، بتشتغل بالكحول سيبرتو، وبتحط عليها الكنكة، الحاجة الخاصة اللي بتحط فيها القهوة، وبعد كده الفناجين. استنى بقى عليها لما الكنكة تطلع على النار ويحطوا في الفناجين. وبعد القعدة دي بتبقى قعدة راتب في الكان، ودي طبعا حرام. كان زمان في إعلان بيقول لك هيجيلك عريس مبسوط هيجيب لك كتم ألماس في جمع ناس ويفرش لك الحيطان والأرض والأركان سيراميك الفراعنة. بس برضه قراءة القهوة حتى لو بالهزار حرام. دي القهوة المصري، في كمان لسه القهوة العربي والقهوة سريعة التحضير. تابعونا في تاريخ القهوة، له عندنا طريق طويل. سلام.